عائلة مبردات جيمرينا، أولهم راس العنقود CL100، صاحب المعالجات الاقتصادية المتوسطة. يجي عادي جدا بدون إضاءة، لونها أسود، وصلة واحدة تركب في اللوحة، سهل التركيب، يمشي مع جميع المعالجات. بعد أخوه الوسطي اللي الكل يحبه واللي يقدر عليه كل المعالجات المتوسطة وبعض المعالجات العليا حتى رغم صغر حجمه، لكن أثبت قوته قدام الشعب الليبي. وبعدين فوقهم الأخ الأكبر CL120 جديد، اللي مازال أقوى من أخوه الوسطي، وهذا اللي مدارينه يحمي خوته الصغار من أي معالج ما يقدروش عليه، ينادوه طول. طبعا الكبير أكتر واحد شياكة فيهم، فيجيب إضاءة RGB تتحكم بها من خلال لوحة ولا أي مجمع يركب فيه الوصلة اللي هي 3 بن 5 فولت. وفي الأخير سيدهم وأبوهم كلهم، سيد العائلة CLX 360، رب الأسرة وحامي العائلة. هات ما عندك من معالجات، هو قدها وقدود، وطالما هو واجهة العيلة أكيد حتى هو فيه إضاءة RGB نفس نظام ولد الكبير. وبس كده.